مسلسل بيت الرفاعي لأمير كرارة وسيد رجب والفنان أحمد رزق والفنانة ميرنا جميل، وطلع معاهم انتصار عشان عليها أقساط. المسلسل متوقع ان احمد رزق هيبقى دور جديد ليه، ومن البرومو كده انت متخيل ان احمد رزق فاهم ان مش احمد رزق بتاع العار ولا اي حاجه، لا احمد رزق جديد الدور ده. وطبعا معانا محمد لطفي، وانا شايف ان محمد لطفي من الممثلين لما بيتوجه صح او بيتحط في مكان صح بيعمل ادوار كويسه، زي ما شفناه في فيلم حملة فرعون. وطبعا معانا رحاب الجمل اللي شرخت من بعد مسلسل البرنس، وهي من قبلها كانت شرخه، بس مسلسل البرنس انا شايف ان هو كان شرخه كبيره لرحاب الجمل، وشكلها عامله دور من البرومو كده بيقول انها دور ايه هتتضرب برضو السنه دي. وسيد رجب طبعا من الممثلين اللي هو بينفع كوميدي اكشن دراما، ممثل مكتمل، عارف انت؟ يعني مثلا ما تجيش تقول لي علي ربيع يعمل دور رئيس عصابه، بس تقول لي سيد رجب يعمل رئيس عصابه تمام جدا، وهتتبسط وهتستمتع وانت بتتفرج عليه. بس السؤال بس الاستاذ امير كرارة، هو ليه صوره كل سنه انت بتتصورها؟ يعني معرفش لسه ما لقيتش زاويه جديده فيك حلوه. يعني الشنب وقلنا حلو وبتاع وتعودنا عليه في كل سنه الشنب ومعاه دقن وخلصنا. انا حاسس ان انت طالع بدور احمد المنسي الصراحه في المسلسل ده، بس مش عايزين نحكم عليك من دلوقتي يا فنان، وهنشوف المسلسل. ولو انت في مسلسل او فيلم عايزنا نتكلم عليه اكتب لنا تحت في الكومنتات.